تشهد مختلف محلات وأسواق بيع السمك بمدينة عنابة ارتفاعا باهظا في الأسعار، حيث وصلت أسعار السردين إلى 1700 دينار جزائري للكيلوغرام، وهذا راجع إلى عدة أسباب من بينها سوء الأحوال الجوية حسب ما صرح به بعض الباعة لكاميرا قناة الوطنية. حسام العبيدي في هذه التغطية. احنا في بريود السردين ناقص ياسر، كان ب 100 110 درك ب 170 الف. وش هو ان شاء الله الايام القادمه يكون شويه يتعدل الجو تاع السردين. وش هو كاين البديل للمواطن البسيط، كاين لونشوا 35، كاين الصوره ب 40 ب 50، كاين اللاتشون ب 120، كاين البونيت ب 110، كاين الباجو ب 100، كاين الدولات بنصرتي ب 100 110. يقدر الانسان ياكل الحوت، المواطن مهما السردينه غاليه يقدر ياكل حوت اخر. جينا على السردين اليوم قلنا شوي غاليه، العبد اللي كان حيد كيلو وزوز يولي يدير طل مع الموفيتون كدا ولا ناقصه بولابول المواطن تاعو دخل ضعيف، تسمى غاليه عليه 170 الف سردين. السردينه تسمى تمشي مع الاحوال الجويه، السردينه يعني بالنسبه للحوت الاخر يقدروا يخرجوا لشاريتي، مي السرديني يخدموا لاكوت تاعنا.